اسمح لي استاذ يوسف قاعد معانا على التليفون الشيخ عبد المنعم الشحات المتحدث الاعلامي باسم الدعوه السلفيه في الاسكندريه. اهلا بحضرتك. كنا نتمنى انك تكون موجود معانا، انما الجغرافيا حكمت في حلقه النهارده. عايز اسمع تعليق حضرتك على المخاوف اللي طرحت، المخاوف اللي بتنتاب قطاع كبير، وكمان حدثني عن مخاوف السلفيين تجاه المخاوف المضاده. اولا انا بشكر حضرتك جدا على الحياد اللي حضرتك بتلعبيه بدور صراحه تشكري عليه جدا. اشكرك يا فندم، اتفضل. ثانيا انا احب اقول اقف بس عند الاستاذ يوسف اتكلم على التصدي للبلطجه على انه انتزاع دور الدوله. في الواقع المجلس العسكري بعد حدوث الانفلات الامني يوم 28 يناير هو اللي خاطب المواطنين ان هم يتصدوا للبلطجيه بانفسهم. السلفيين كانوا اول من نفذ ذلك، وهم الى الان بالتنسيق مع المجلس العسكري في الاماكن اللي ما فيهاش شرطه بيحموا المستشفيات، بيحموا اقسام الشرطه. حضرتك الشرطه لما كانت بتنزل في وجود ممثلين عن التيارات الدينيه، ممثلين عن التيارات الشعبيه، عشان المصالحه بين الشرطه والشعب. انا قد اتصور ان بعض المفكرين يعني يقلق من حادثه قطع الاذن، واحنا استنكرناها، وهقول بس بعض التفاصيل اللي غابت او وجدت في بعض وسائل الاعلام وما اتقالتش في البعض الاخر. لكن ان اتصور ان هم زعلانين ان في سلفيين تصدوا للبلطجيه في حاله غياب للشرطه كلي او جزئي، لا ده انا هنا ده تصدي شعبي. القوات يعني حضرتك دي بتقول ان دي مش لجان لاقامه الحد، انما لا دي بالاستمرار وامتداد للجان الشعبيه. يوسف بتؤكد ان هم تصدوا للبلطجيه او تظل لجان شعبيه يعني مش سلفيه. ما هي دي لجان شعبيه، دي جزئيه يعني مفهومه. السلفيين جزء من الشعب يعني، وهم اول من تصدى للجان الشعبيه وهم الى الان. بس يستحسن نقول لجان شعبيه، يستحسن نقول، لان انت بتعتبر السلفيين جزء من الشعب فنقول انها لجان شعبيه فيها كل الشعب المصري. بس حضرتك لقيت اللجنه فيها عدد كبير من السلفيين كلها سلفيين. طيب الحقيقه يعني الجزئيه دي واضحه اوضح بكتير من ان احنا نتكلم فيها، لانه يعني ممكن تفهم ملابساتها. انما موضوع غزوه الصناديق وموضوع حادثه قنا والحديث عن نتائج الاستفتاء، اسمح لي شيخ عبد المنعم الشحات، اثارت فزعا حقيقيا في قطاعات كثيره جدا. وكي اكون محقه ومنصفه مش بس في صفوف الاقباط، انما في صفوف المسلمين المعتدلين العاديين اللي غير سلفيين. خليني اقول اتفضل. تمام. طب نكمل بس الحوادث. طب خلينا نتكلم على حادثه المنوفيه، انها كانت نوع من التصدي للبلطجه، لان السيده دي كان لها شقتين حرقوا لها واحده وراحوا يعتدوا على الثانيه اللي كانت جنب مسجد الاخلاص، وهي استغاثت بالناس اللي في مسجد الاخلاص اللي فيه اخوه سلفيين، طلعوا حموها من دول اللي حرقوا لها الشقه الاولانيه. قالوا دي ست لها ملف اداء واحنا حرقنا لها الشقه اللي هي بتمارس فيها نشاطها وجايين نحرق اللي فيها سكنها. الناس حشوهم عنها ومنعوهم، ودي موجود ونشر في بعض مواقع الانترنت. حضرتك تحبي اقول لك؟ لا مش هو اللي احنا عارفينه، انه حضرتك بتقول الروايه بشكل عكسي يعني. حضرتك في محاضر شرطه موجوده، في اعلام. انا موقع اليوم السابع نشر القصه بعد تعديلها، هو اللي نشر القصه الاولانيه وهو اللي نشر دلوقتي ان يعني حضرتك بتقول انه مش السلفيين هم اللي حرقوا الشقه لانه اشتبهوا انه ممكن يمارس فيها اي شيء مشبوه. او هي الست قالت امام مسجد الاخلاص فلان الفلاني هو اللي طلع مع المصلين اللي في المسجد، اللي ما كانوش كلهم برضه سلفيين على فكره يعني. طيب يبقى دي حضرتك بتقول ده خطا في الروايه. خطا فاحش. طيب. عايز اقول حادثه هنا 21 واحد منهم واحد ملتحي. ليه الاعلام ركز على واحد ملتحي بس؟ 21 واحد استفزهم. احنا بنقول ده غلط، احنا قلنا غلط، وكل والشيخ الازهر قال غلط والمفتي قال غلط، احنا غلطنا زينا زي غيرنا. في 21 واحد بالظبط، 20 واحد مش سلفيين ومنهم شاب صغير ملتحي. كل الاخوه بتقول ان تصرفاته بتتسم بالرعونه، هو ده اللي شايل القضيه كلها. ومحدش برضه اتكلم على ان في مجتمع صعيدي يحصل استفزاز بان واحد يجيب مثلا بنات او حتى لو كان صادق او كاذب. احنا بنأكد دايما اللي شايف حاجه غلط بيروح للي في ايده السلطه، المجلس العسكري او الشرطه. في عز الانفلات الامني اللي كان ما فيش شرطه خالص، لم يتم التعرض. طيب الشيخ عبد المنعم الشحات، حضرتك متحدث اعلامي باسم الدعوه السلفيه، انما كمان اللي عنده خلفيه ولو بسيطه عن الفكر السلفي هيعرف ان هو مش كله لون واحد ولا طيف واحد. تمام. وفي مشكله كبيره جدا، انه ممكن النهارده تيار او طيف من السلفيه تقول شيء مفزع جدا، يقوم طيف تاني يقول لك انا استنكرها.
بعد بكره طيف ثالث يقول حاجه مفزعه، فطيف رابع يقول لا يا جماعه ده مش من الاسلام في شيء، او مش من السلفيه في شيء. طب كويس، انا عايز اقول لحضرتك، الا تعتقد انه ده شيء مش بس مربك، ايضا مخيف؟ انا عندي النظم الشيوعيه بتقول انها ديمقراطيه شعبيه، النظم الغربيه بتقول انها ديمقراطيه ليبراليه، فكل الافكار وارد يبقى فيه طيف جواها. لكن عموما على فكره يعني اللي ممكن بيتبنوا صدام مع المجتمع، سواء مع النصارى اللي عايشين وسط المسلمين او مع المسلمين اللي ممكن سلوكياتهم ما تعجبش البعض، غالبا لا يسمون انفسهم بالسلفيين. يعني كلمه سلفيه حتى عند التصنيفات الامنيه القديمه، سلفيه تساوي دعوه علنيه سلميه تتبنى تغيير المنكر باللسان ولا تتعدى ذلك الى اليد. يعني حتى كان عند الاجهزه الامنيه لو ان واحد مثلا اثر عنه ان تشاجر مع جاره حتى مشاجره شخصيه، يقول له لا ده انا هبتدي اصنفك مش سلفي. انا بقى بس بستعين بذلك عشان اقول ان كانت كاركتر ثابته جدا السلفيين. طيب انهم لا طيب مساله الكر والفر في التصريحات، يعني كان في نموذج دلوقتي تم يعني ذكره، فكره موضوع غزوه الصناديق، وانه نعم دي كانت انتصار للدين، وكانه الاستفتاء كان على الدين، ما كانش استفتاء للدستور. حصل المقطع ده والناس تعاملت معاه بشكل جدي جدا. تمام. وبعد كده يظهر تصريح انه لا دي كانت نوع من المزاح. يعني الكر والفر ده برضو بيعطي عدم ثقة. دعينا نعتبر احنا في مجتمع لابد ان نتعلم ونتقبل ثقافة الاعتذار، بمعنى ان اللي اخطأ يعتذر. انا شخصيا احيانا اذا اخطأت افضل الاعتذار الواضح الصريح، لكن كتير جدا جدا من الناس بيفضل الاعتذار عن طريق التأويل. لكن المحصلة واحدة، اللي اخطأ اعتذر. انا عايز اقول في المقابل في اخطاء اكثر فداحة من خطأ الشيخ يعقوب لم يعتذر عنها. يعني في واحد امبراطور اعلامي كبير قال دي كانت خناقة، انا شايف خناقة اشد بكتير من كلمة غزوة. في واحد قال الصوت من لا ب100,000 صوت بنعم، انا شايف دي اشد بكتير جدا. في واحد قال يعني في كلمات تصريح. ازاي يعني اعتقد انه الفرق او القياس مش دقيق على الاطلاق، والفرق شاسع. حضرتك مصطلح المعركه الانتخابيه، لا اصل انا هقول لحضرتك، لا يعني الاستفتاء مش يعني لما حد يقول انه لا دي كانت ب1000 نعم مما يحسبون. طيب انا فاكره المانشيت كويس، ده مانشيت بيتكلم على نوعيه من قالوا لا، يعني تعبير سياسي بخلاف. لا انا هقول لحضرتك على حاجه، لا اسمعني بس، لما نقول يعني ده فيه مش بس تضليل، فيه قدر من الترويع. اسمح لي يا شيخ عبد المنعم الشحات، انه اقول انه اللي صوت بلا معنى الجمله انه كافر. يعني اولا اتهام بغيض للغايه، الحاجه الثانيه مخيف ممن اصدره. يعني احنا كل ما هنختلف في مساله سياسيه هيبقى التكفير او الحد او القصاص هيبقى هو ده اللغه المستخدمه. حضرتك لو كان الشيخ يعقوب يقصد التكفير، لا ما بتكلمش على الشيخ يعقوب تحديدا، انا بتكلم لا انا بتكلم برضو ان احنا عشان احنا اللي بيغلط لازم يعتذر ويتحاسب، بس نحط الغلط في حجمه الطبيعي. التكفير عقيده ايديولوجيه راسخه، بمعنى لو انا بكفر اللي قال كده، معنى ان انا لازم اجيش الجيش الاعلامي بتاعي وابقى عارف ان الراجل ده لما يقول لي يعني انت بتكفرني اقول له انا بكفرك الى غير ذلك. فلما هو يعني قالها وبعدين لما الدنيا خافت طلع قال انا كنت بهزر، وقال انا ما كانش قصدي والبلد بلدكم انتوا، الى معنى كده ان دي مش ايديولوجيه عنده، لان اللي عنده ايديولوجيه انا دلوقتي حضرتك بتقول ان هي زله لسان. زله لسان بلا شك، لان لو ايديولوجيه كان لازم يعد العده قبل ما يقولها انه يدافع عنها، يعني فتحملها تحميل انه بيكفر. الامر الاخر حضرتك الاستاذ عمرو هاشم قال الدين علاقه العبد بربه وبنفسه وبين حوله، والله كلام جميل جدا، هو كده متفق مع السلفيين في هذه النظره. فين الفزع من ان هو ده اللي احنا بنقوله؟ الدين علاقتي بمن حولي، ضوابط في التنظيم الاقتصادي، ضوابط في التنظيم الاجتماعي. ما بنقولش الدين هيجي ان اللي هيجي يحمل ابحاث طبيه. انا مثال ده يمكن ضربته النهارده في برنامج اخر، بقول انا الابحاث الطبيه شغاله، عندي مشكله اسمها مشكله العقم، جابوا لها حل اسمه تاجير الارحام، وجابوا لها حل تاني اسمه الحقن المجهري. بنعرض على علماء الدين دي مساله لها ضوابط شرعيه، قال لا ده في اختلاط انساب بلاشه، ده ما فيهوش اختلاط انساب خلاص. احنا التفاصيل الفنيه تعاد للفنيين بتوعها، هم اللي عملوها ابتداء، والعلماء
الشرعيين يضعون الضوابط والأطر في حالة فزع غير عادية من مصطلح الدولة الدينية، راجع من ممارسات دول تانية وثقافات تانية. الإسلام، الدولة في الإسلام تشريع من عند الله تبارك وتعالى. أنا بكلم ناس كلهم مسلمين، وبالتالي هم عندهم قناعة تامة أن الإسلام حق، أن تشريع الإسلام كله حسن. عندنا أيوة بس فكرة تشريع الإسلام كلمة واسعة جدا، يعني يمكن الشيخ أسامة القوسي يعني الأئمة، إحنا مش بس عندنا أئمة 4، ده إحنا عندنا مذاهب، وعندنا داخل المذاهب اتجاهات، وعندنا أفكار، وعندنا اختلافات. فالمسألة فيها قدر كبير جدا من النسبية، مش الإطلاق. طيب أنا دكتور هاشم ربيع عايز يعلق على كلام حضرتك. هي الموضوع يا فضيلة الشيخ خاص برضو بوجهات نظر. يعني المسألة إذا بتطرح كما لو كان الدين اللي قال الكلام ده، الدين رفع البرنامج الاقتصادي الفلاني، الدين اللي رفع البرنامج السياسي الفلاني، البرنامج الاجتماعي الفلاني. لكن في الواقع الامر ان هي ساعه التطبيق بتلاقيها عباره عن وجهات نظر. يعني اللي نجح في ماليزيا واللي نجح في تركيا، طبعا من الصعب انك انت تقارنه بالجزائر، يعني واخد بال حضرتك. فمساله كل اللي عايز اقوله، المساله انك تدخل ده في السياسه، هنا تبدأ المشكلة، لأنك بترفع مبادئ معينة وبيصبح المخطئ بعد كده مش اللي أطبقها، ده بيصبح المخطئ هو الدين، هو اللي رفع الشعار، أو هو اللي رفع الآية، أو هو اللي رفع الحديث الفلاني. يبقى الحديث اللي غلطان، يبقى القرآن اللي غلطان، يبقى الإنجيل اللي غلطان، يبقى المبادئ دي هي اللي غلطانة، وبيتنصل ساعتها من ذاتيته أو شخصيته اللي هي وقعت أو عملت البرنامج الاقتصادي أو البرنامج الاجتماعي ده. طيب دي جزئيه. شيخ اسامه القوسي، هل عندك تعليق او حتى تحليل للي اتقال دلوقتي؟ طيب في اي نقطه بالظبط؟ ما هو في نقاط كثيره. اولا بيقول ان في ما فيش وضوح في طرح القصص الاخباريه، قصدي انه لا، انه اللي بيتقال ده ممكن يكون زلات لسان، ولازم نتعامل معاها بسماحه، دي مش افكار حقيقيه. حقيقه يعني انا يعني ان كنت قد تكلمت سابقا عن قله الوعي، اتكلم الان عن اهميه عوده دوله القانون والمؤسسات. لان الحقيقه في فوضى وعشوائيه واضحه في تصرفاتنا جميعا، وهذه الفوضى هي سبب هذه الوقائع التي نشتكي منها الآن. أنا أطالب إخواننا الذين لهم توجهات دينية عموما أن يحولوا هذه الانتماءات إلى شيء معترف به شرعي. يعني إن كنا أهل دعوة فنعمل جمعية خيرية نشارك في المجتمع المدني، إن كنا أصحاب توجه سياسي نؤسس حزبا، نحول هذا، لأن الأمر الآن هلامي وفي تجنيب للأزهر تماما، مع أن يعني الواضح أننا خلطنا موضوع التدين بالتخصص. لا، التدين شيء والتخصص شيء آخر. يعني قد يكون الشخص متدينا ولكنه ليس عالما بالدين، قد يكون الشخص داعية أو واعظا ولكن ليس عالما بالدين. التخصص يلجأ فيه إلى العلماء، والأزهر مملوء بالمتخصصين في الردوهات وفي الغرف الصغيرة، وهناك نخب لا يدرى عنها شيئا، لأن الشهرة شيء والعلم الحقيقي شيء تاني. يعني هناك في داخل ردوهات الأزهر أناس متخصصون في التاريخ وفي الفقه وفي الفقه المقارن وفي التفسير وفي علوم القرآن. للأسف المشهور هو الذي يظهر على السطح، وهذا المشهور قد لا يكون عالما، إنما هو متدين أو واعظ أو ناصح أو ما إلى ذلك. لابد أن نفرق بين التدين العام والثقافة العامة وبين اللجوء لأهل التخصص. أعجبني اليوم يعني الأستاذ عبد المنعم الشحات الصبح كان في برنامج، وكان في أستاذ من الفقه المقارن في الأزهر في نفس البرنامج. لاحظت أن البرنامج فيه شيء من الانضباط، لأن ما دام في عالم متخصص فأنا سأضطر أن ألتزم، لن أكون قادرا على أن أقول ما أشاء. لا، في عالم متخصص. أنا متدين وأحب الدين وأحب الإسلام وأحب السلف الصالح، لكن في النهاية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يعني في النهاية أنا أنصح بانضباط المجتمع. يعني بتقول إنه مش كل داعية أو متدين عالم. يعني نأخذ كلامه على إنه هذا هو الدين. بالضبط. يعني أنا حبي للإسلام ليس معناه أني عالم بالإسلام. طيب عودة للأستاذ عبد المنعم الشحات، وحضرتك لسه معانا على التليفون. مع حضرتك. كمان التيار اللي حضرتك بتمثله مش هو التيار الوحيد في السلفية. يعني في ناس تيارات سلفية قد لا يعجبها ما يقوله الشيخ عبد المنعم الشحات دلوقتي. تمام.
واعتقد انك مش هتختلف معايا في ده. لا انا مش هختلف طبعا. طيب كيف يكون الحل؟ يعني اذا فعلا في اشاعه مثلا زي اللي قال عليها استاذ يوسف القعيد، انا هفترض انه الاشاعه دي شائعه وليس لها مصدر رسمي. تمام. طيب ما هي برضو بتثير الفزع، واذا كان فيها من يؤيدها او يقول والله احسن او مزاحا بقى او جدا، طب ما هو ده شيء مخيف. اولا اطمن حضرتك ان سواء اللي بيوافقوني او بيعارضوني كل من ينتسب الى السلفيه لا يرضى بقضيه تغيير المنكر بالصوره التي تشاع او تقال في الاشاعات. الامر الاخر يعني حضرتك بتقول ان السلفيه بكل اطيافها لا تقول بالعنف او باستخدام القوه؟ انا قلت لحضرتك كلمه سلفيه، يعني احيانا كانوا بيسموهم طيارات جهاديه، احيانا بيسموهم اسامي اللي ممكن يتبنى حاجه زي دي. واظن حتى الطيارات دي معظمها عامل مبادره وملتزم بيها حتى الان. لكن خلينا نقول ان احنا كلنا بنواجه مصير مشترك، بمعنى لو وجد من بيننا سواء من الاسلاميين، خدي بالك مثلا الطيارات الشيوعيه في وقت من الاوقات تبنت العنف بشكل بالغ. صحيح. خدي بالك ان في مثلا طيارات بعض اقباط المهجر بينادي بحمل السلاح، خدي بالك بعضهم برضو قال ان البلد بلدنا والمسلمين ضيوف علينا. عايزين احنا كمجتمع عايشين في سفينه واحده بغض النظر بقى عن سلفيين وغير سلفيين. انا باؤكد التيار اللي انا بمثله مستحيل احنا بقالنا 30 40 سنه كتبنا وادبياتنا ومحاضراتنا واخواننا ومساجدنا موجوده في كل المناطق الشعبيه والراقيه، وبيبقى قدام المسجد ماشيه الاجنبيه اللي ممكن عاداتها مختلفه عننا خالص، وماشيه المنقبه وماشيه المحجبه. احنا شغالين، احنا اللي منا شغال في شركه قطاع خاص. طيب سمعنا من الاشاعات اللي سمعناها النهارده انه بكره هيبقى في وقفه احتجاجيه للسلفيين، عندك اي تفنيد او التيار الذي امثله او كل التيارات السلفيه كتيارات كبرى لن تنظم وقفه، لكن في مجموعه حقوقيه مهتمه بقضيه المحتجزات لدى الكنيسه كقضيه حقوقيه. بمعنى ان مين المحتجزات؟ مين اللي هم؟ كاميليا، وفاء قسطنطين وغيرهم. احنا بنتكلم دوله القانون. دوله القانون خلاص ما يبقاش في مواطن محجوز في مكان ما بطريقه سريه حتى لو هو اسلم او ما اسلمش، ما انت بتثير الطرف الاخر. مش بلاش نقول كاميليا اسلمت او لم تسلم، ولكن اختفت في ظروف غامضه. في عندهم هم بيقولوا عندهم 30 شاهد انها اسلمت. احنا بنتكلم سياده القانون. سياده القانون هتعيش حياتها الطبيعيه، مسلمه كانت او نصرانيه، ما عندناش مشكله في كده. الدعوه السلفيه لم تنظم وقفه ولن تنظم، ولكن انا مع لا استوضح، حضرتك بتقول لم ولن ولكن معلوماتي ان مجموعه الدفاع عن المسلمات الجدد هتنظم وقفه سلميه تماما. اسمها ايه؟ الدفاع عن المسلمات الجدد. وهذه معلومات اللي جات لي من عندهم، وان هم هينظموا وقفه سلميه تماما على انهم جماعه. هو قال زي سيده كاميليا شحاته. مين اللي هيتبنى الوقفه؟ مين هم؟ ما هو بيقول حقوقيين دول مجموعه محامين هم اللي مقدمين بلاغ للنائب العام بالمساكل القانونيه تماما. هم مقدمين بلاغ للنائب العام. القانون بيقول ايه؟ انا لما الاقي مشكله لست خصما فيها، لست طرف مباشر، ولكن انا شايف ان دي اخلال بالنظام العام، ببلغ النائب العام. هم الناس راحوا للنائب العام وعملوا بلاغات من ايام النظام السابق. على فكره احنا بنتكلم دلوقتي في مخلفات النظام السابق، والاشاعات اللي احنا بنقول عليها دي الثوره المضاده اللي بيعملها بقايا النظام السابق. واحنا الفتره اللي ما كانش فيها اجهزه امنيه، لا كنيسه تعرضت لشيء، ولا امراه نصرانيه تعرضت لشيء، ولا امراه غير محجبه تعرضت لشيء. واخواننا السلفيين في العريش دافعوا عن كنيسه كان عليها هجوم بالار بي جي. لكن انا بقول دلوقتي من ضمن اخطاء النظام السابق انه عمل وضع خاص. طيب سؤالي الاخير شيخ عبد المنعم الشحات، حضرتك قلت او ما فهمته منك انه في عموم الفكر السلفي لا يتم تغيير ما يرتقى انه منكر، لانه في ممكن حد يشوف حاجه منكر وهي في وجهه نظر اخر غير منكر. ما يرتقى لا يتم تغييره ليس بالقوه. تمام. على الاطلاق. طيب لمن بيده الاستطاعه، والاستطاعه هي اللي بيده السلطه. يعني ان السلطه هي المنوط بيها تغيير اي نوع من المنكر. تمام. طيب انا سؤالي الاخير لحضرتك له علاقه بانه المنطق ده في تصوري اقرب للمنطق الدعوي. انه في شيء ايماني او عقائدي انت تعتقده لا انكره عليك، وانما انت بتقول وانا لا افرضه عليك على الاخر. أيوة. ده اقرب للمنطق الدعوي من
المنطق السياسي. هل صحيح انه كتير من التيارات السلفيه بتفكر جديا او بتقوم بتاسيس احزاب دلوقتي؟ لانه لو صحت هذه المعلومه يمكن تنسف الجزء الاصلي حضرتك ذكرته، انه هو اقرب للدعوه. السياسي هو يتفق مع المنطق الدعوي في هذه القضيه، بمعنى ان السياسي اللي له راي معين ليس امامه الا اقناع الناخب به. يعني حضرتك بتتكلمي بل المنطق السياسي اضعف من المنطق الدعوي، بمعنى ان المنطق الدعوي فيه سلطه دعويه ادبيه، لكن المنطق السياسي ده يعني ناس كتير بتقول لا بتاع الدعوه ما يروحش السياسه عشان ما يبقاش احد البدائل المتاحه يبقى زيه زي غيره. المنطق السياسي ليس امامه الا اقناع الناخب بان اللي بيقوله ده مظبوط، ما قداموش فرصه تانية، وبالتالي الدعوه والسياسه وسائلهم واحده. لكن السياسه يعني كون ان السياسيين بيستجيزوا وسائل معينه لا اظن انها يمكن ان تكون هذه الوسائل الوحيده المتاحه في السياسه. أهل الدعوة يمكن أن يؤثروا، لأن هناك قطاع كبير من المسلمين يعتقدون أن السياسة ينبغي أن تضبط بالدين. أنا أريد أن يعني ربما المجال هنا لا يتسع، إن أنا أريد من كل المفكرين بتوعنا اللي خايفين من الفكرة دي يقرأ القرآن، ولما يعدي على آية الدين، لما يعدي على آية تحريم الربا، لما يعدي على آية بس قانون الأحزاب هو ما بقاش اسمه قانون تأسيس الأحزاب، هو اسمه قانون الأحزاب. بيقول انه لا يجوز انه اي حزب يكون على اساس طائفي او طبقي او فئوي او جغرافي، لان دي كمان حاجه كانت من مخاوف استاذ يوسف القعيد، قال ان خايف مثلا ناس تعمل حزب يعني لسينا او لمرسى مطروح او لاسوان. فالتعديلات بتقول انه طبقي او جغرافي او فئوي او ديني، وانه الاليات كمان يجب الا تعتمد على ذلك. في نقاشات كتيره لازم تتم ما بين يعني في هذا الاطار. الفكره حضرتك بتعرضها دلوقتي والقواعد اللي المفروض تبقى تطبيقها صارم. مفيش مشكله. في قضيه حزب الوسط الاخيره كانت المحكمه بترى ان كون باب العضويه مفتوح لكل المصريين سواء المسلمين او النصارى ده يجعل الحزب ليس على اساس ديني، وكون ان الحزب ينص في ان هو بيعتمد المرجعيه الشريعه الاسلاميه، هذا لا يجعله على اساس ديني. اولا لان ميثاق الامم المتحده، لان المؤتمر الامم المتحده اعتمد الشريعه الاسلاميه كاحد المراجع الدوليه للرجوع للقانون. طبعا احنا الشريعه الاسلاميه غير مفتقره لهذه الشهاده، ولكن عايز اقول يعني ده يمكن اعتبارها راجل مش من منطلق عقائدي، ولكن من منطلق اختيار للتشريعات ديت. وانا بقول في نصارى كتير جدا منهم مثلا سيد الدكتور رفيق حبيب وكذا بيتكلموا على الشريعه باكثر مما يتكلم به السلفيون والاخوان وغيرهم من التيارات الاسلاميه. طيب. ممكن ناس كتير جدا اختيارهم للشريعه اختيار تشريعي محض. انا عندي في اوروبا دلوقتي بعد الازمه الاقتصاديه العالميه الاخيره ناس كتير قالت انه عشان الازمه دي ما تتكررش تاني لازم الرجوع للتشريعات الاقتصاديه اللي في دين محمد، او عندهم ده دين اسمه محمد صلى الله عليه وسلم. يعني ده كلام بيتم ترديده، انما الحقيقه مش يعني على ارض الواقع والسياسه والقوانين هذا غير موجود وغير حقيقي. احنا بنسمع الكلام ده، انما اللي عارف جلسات التداول والنقاشات اللي بتتم يعني مش دقيق الكلام ده. على كل الأحوال الشيخ عبد المنعم الشحات المتحدث الإعلامي باسم الدعوة السلفية في الإسكندرية، شكرا جزيلا. حضرتك كنت معنا على التليفون، بس أعتقد أنه كانت المساحة وافية جدا لنستمع للكثير مما قلته الآن. شكرا جزيلا.